بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل مربى الفراوله، بما ان الفراوله كتيره اوي في السوق الايام دي وسعرها حلو، فنعمل بقى ايه؟ كميه كده من المربى حلوه جدا. انا جبت هنا كيلو مربى، حطيت عليه كوبايتين كبار سكر، يعني في قد نص كيلو كده، ورشة ملح. حد هيقول لي انت بتحطي على المربى ملح ازاي؟ دي حاجة يعني كده، ذرة ملح كده بتعدل الطعم وبتظبط الدنيا بتحافظ عليها. وانت مثلا ايه لو فضلت عندك فترة كده زي ما انت حافظة كده. ده سر بقى التاني فيها، ان انتي بتحطي معاها كده قطعة بنجر من اللي انا كنت مخزناها معاكم قبل كده، بتدي لون وطعم جميل جدا للفراولة، وفي نفس الوقت مغذية جدا. ان احنا مش عارفين طبعا ان البنجر مهم جدا ومفيد جدا لينا، فبصراحة حاولوا تحطوه في اي اكل بجد. ادي بعد ما بدأت شوية تنزل ميتها، انا ما سبتهاش في التلاجة ولا سبتها مثلا ساعتين 3، لا، انا حطيت عليها السكر وحطيت عليها البنجر ورشة الملح وحطيتها على النار على طول. وهتشوفوها دلوقتي قوامها حلو واستوت بسرعة وجميلة بصراحة بالشكل ده كده. دي بعد ما قعدت كده يعني ايه بدأت تنزل ميتها، يعني قعدت يجي نص ساعة كده على النار، بس اهم حاجة توطي عليها خالص وتسيبيها تنزل ميتها بالراحة. دي بقى مش هتحتاجي تحطيها بقى ايه تتنقع بقى في التلاجة يوم ولا تبات يوم ولا الحاجات دي، لا، على طول كده اعمليها مش هتفرق يعني. بالشكل ده كده بدأت تغلي بالشكل ده. معلش البخار بتاعها يعني مبوظ الكاميرا شوية، بس عايزة اقول لكم ان شريحة البنجر دي مدياها لون حلو جدا. هنا خلصت الفراولة وضربناها كده في الكبة نص ضربة، وطلعت بقى ايه بالشكل ده. انا ما جبتش وانا بضربها في الكبة لان بصراحة المقطع اتقطع، يعني ما اعرفش هو بصراحة هو راح فين. بس هي طلعت بالشكل الجميل ده. شايفين بقى لونها وقوامها بجد حلوة جدا جدا جدا. هو في فيديو خفيف وظريف كده وبسرعة، بس انا حبيت اعرفكم الوصفة دي انا بعملها ازاي ومعتمداها على طول بالشكل ده. شايفين كده؟ في حاجة نسيت اقولها لكم، ان انا بعد ما غلت الغلوة دي انا عصرت عليها نص ليمونة بالشكل ده كده. دي كمية طلعت لي من كيلو فراولة. انا بحب اضربها في الخلاط، لو انتي ما بتحبيش تضربيها في الخلاط لا، اضربيها نص ضربة على الاقل حتى، تبقى حلوة، تبقى شبه اللي بتشتريها من بره بالظبط. دي كده عملت لها جرنش حلو كده عشان تعرفوا بس ان هي مربى فراولة بالشكل ده كده. اتمنى ان هي تعجبكم وتنول رضاكم وتجربوها ان شاء الله، وهتنفعك بقى في السحور، هتنفعك بقى ايه، العيال بيفطروا بيها. عارفه انت لو خزنتيها في الفريزر مفيش اي مشكله، لو عملتيها اكياس وحطيتها في الفريزر تقعد عندك من السنه للسنه، تطلعي منها على حسب ما انت محتاجه، تحطي في التلاجة وخلاص على كده. بجد حلوه وموفره واحسن من بره. برطمان المربى دلوقتي بمبلغ وقدره بجد بالشكل ده كده. شايفين الجمال؟ يلا بتمنى بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.